فاكرين الحديقه المائيه اللي عملناها؟ بعد ما حولناها من كده لكده جات لنا رساله بتقول مشروعكم هيتعرض في معرض، واللي حصل بعدها محدش كان يتوقعه. تعالوا نشوف حصل ايه. القرار كان مفاجئ بس جهزت نفسي بسرعه وانطلق. كل مشاريع الكليات التانيه ركبت عربيه مخصوص الا مشروعنا. خدته على رجلي طول الطريق عشان ما يتكسرش تاني. 3 ساعات سفر وعربيه المشاريع كانت قدامنا لحد ما وصلنا اخيرا الى ارض المعارض. نزلنا المشاريع، المعرض ما كانش لسه جاهز، وبدانا اصعب مرحله، فرش المكان. المشاريع ما كانتش كليه زراعه بس، كان في كليه هندسه وذكاء اصطناعي وتربيه نوعيه وكليات تانيه من جامعه كفر الشيخ. فرشنا المكان وعلقنا شعار الجامعه وسيبنا المكان متظبط ومستني الافتتاح بكره. قبل ما نروح فطرت الاول مره على عربيه فول بجد جامد. وصلت المعرض ولقيت المفاجاه، وزير التعليم العالي كان موجود اليوم ده. الناس بدات تلف وتيجي تسالنا عن مشاريع، وفي وفد من جنسيات مختلفه حتى من الصين. اليوم التالت لفيت المعرض كله وانبهرت من اللي شفته. لقيت طلاب عاملين عربيه كامله بتتحرك، ودي مراحل التطور في السنين اللي فاتت. وكمان عاملين طياره ما شاء الله بجد. وجامعتنا كانت عامله درون، ودي كانت اغرب حاجه انا شفتها في اليوم ده. ورئيس الجامعه كان موجود وكان مبسوط من العرض. ودي كانت تجربه بدات بطبق فخار وانتهت بمعرض. انا الحسين، وده فيديو باللون الاخضر.